الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا زكي عمر آدم، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية التربية، قسم الرياضيات والفيزياء، المستوى الثالث، أمين الحركة الإسلامية الطالبية بجامعة أم درمان الإسلامية. حصلت أحداث مؤسفة جدا يوم 14/3/2013 في يوم الخميس أثناء الساعة 12 ظهرا. تم الاعتداء ميليشيات النظام على الإخوة في منبر عنوانه كان عبارة عن مخاطبة، عنوانه كان العنف الطلابي. بعد مرور ربع ساعة من المتحدث الأول عن العنف الطلابي ودخول ضابط المنبر للتعقيب على المتحدث الأول، أتت ميليشيات النظام تحمل صواطير وهروات ومولوتوفات وصواطير، وقامت بضرب الإخوة واعتقال 2 منهم، الأخ سامر عبد الماجد والأخ عبد الله زكريا شبيكة. تم اعتقالهم من داخل حرم الجامعة، رغم أن الجامعة فيها حرس جامعي لتأمين الطلاب، علما أن الصواطير والمولوتوفات هي عبارة عن بيوت نظام موجودة أو بيوت لميليشيات النظام داخل أي جامعة أو أي كلية موجودة في الجامعة. عندهم فيها بيت، ده خصيصا يسمى بيت النمل، موجودة فيه كل المعينات بتاعت العنف لضرب الطلاب في أي وقت وفي أي زمن ولسبب أو بدون سبب. تم الاعتداء على الإخوة في منبر حر كان بيتكلم فيه عن الأحداث أو العنف الطلابي الموجود. لزعزعة المنبر ولنسف المنبر قامت ميليشيات النظام بمداهمة المنبر، وتم الاعتقال للإخوة الاثنين اللي هم سامر عبد الماجد وعبد الله زكريا شبيكة. وبعدها تم الاعتداء على الأخ آدم بكر آدم بضربه بساطور في منتصف الرأس، وقمنا بإجراءاتنا كلها يعني نقله لحوادث أم درمان. تم استخراج الورنيك 8 جنائي، وتم فتح بلاغ ضد المتهم اللي هو رئيس التأمين اللي هو الشخص الذي قام بضرب الأخ آدم بكر، وبشهود تم فتح بلاغ في قسم الصناعات أم درمان اللي هو موقع الحدث أو إداريا يتبع لمنطقة القسم أم درمان الصناعات، اللي هو بعد ذاك تم تأجيل الإجراءات لحين ورود الشهود. تم تأجيل المحاكمة أو فتح البلاغ إلى حين استكمال الشهود. بعد ذاك قمنا بالاتصال بهيئة القيادة في المؤتمر الشعبي وبمحاميه في المؤتمر الشعبي. تم فتح بلاغ غدا يوم الأحد يوم 17/3/2013 سوف تعقد أولى الجلسات أو الأمر القبضي لاستخراج أمر قبضي للمتهم بالاعتداء رئيس التأمين في كلية الآداب هو المدعو منير، مسؤول التأمين في كلية الآداب. وبعدها بعد أن يتم الاعتقال بعد ذلك هتبدأ المحاكمات، الجلسة الأولى للمحاكمات إن شاء الله. بعد ذلك عندنا الإخوة المتضررين إن شاء الله كلهم عندهم ورانيك جنائية، ورانيك 8 جنائي تم فتحه في حوادث أم درمان، قسم حوادث أم درمان، مستشفى أم درمان. وبعد ذاك الأحداث هي كانت متتالية ويوميا بتحصل أحداث جديدة وعنف جديد في الجامعة من قبل ميليشيات نظام المؤتمر الوطني، الجناح الطلابي بتاع المؤتمر الوطني، ومعهم أجهزة الأمن والشرطة بتخويف وضرب الطلاب ورعبهم داخل قاعة الدراسة، في حين كثير جدا بيتم إخراجهم من داخل قاعات الدراسة لأسباب ما معروفة، لأسباب غايبة. ميليشيات النظام كأنهم سكارى في يوم من الأيام في أي وقت من الأوقات يحتاجوا لأنهم يضربوا الطلاب بيضربوهم ما زي ما حصل أي حاجة. وكان الحرس الجامعي متواطئ، وبالفعل هو متواطئ مع ميليشيات النظام، وده بيأكدوا وجود دور داخل السوح بتاعت العلم والمعرفة للطلاب، بيتم وجود دور داخلية بيكون فيها كل المعينات، بيسهلوا لهم كل المعينات ووجود كل الآليات اللي بيحتاجوها في العنف لتخويف الطلاب ورعبهم، ومسموح لهم بالاعتقال حتى انه يعتقلوا الشخص بدون اي تهمة.
وبعد ذاك ما يقدموا له تهمه، هاي عمليه بتاعت اختطاف، يختطفوا الشخص ويضربوه زي ما عايزين ويفكوه وقت ما عايزين وما في اي زول بيساله. ده تواطؤ واضح من إدارة الجامعة ومن عميد الكلية المعنية اللي هي كلية الآداب الواقعة في العرض شمال. كل الحاجيات الآليات اللي بتتم بها ضرب الطلاب هي عبارة عن، مع علم إنه إدارة الجامعة والحرس الجامعي كل زول عارف، كل طالب عارف إنه في بيت يسمى بيت النمل موجودة فيه آليات النظام أو آليات المؤتمر الوطني. طلاب المؤتمر الوطني يضربوا الطلاب في أي وقت شاءوا وبدون سبب أو لسبب. الأحداث كانت هي عبارة عن في الجامعة متتالية، من اغتيال، حادثة اغتيال طلاب جامعة الجزيرة كانت فيها أحداث كثيرة جدا وأسباب مؤسفة جدا اللي هي على إثرها تم حرق داخلية طلاب الجامعة بمساعدة الشرطة والأمن والأجهزة الأمنية. تم حرق الداخلية بالكامل وحرق كل ممتلكات الطلاب، ولحد الآن عمدت شؤون الطلاب ولا في الجهة بتاعت المؤتمر الوطني ولا في إدارة الجامعة أصدرت بيان أدانت فيه الأحداث، بل أكدت الأحداث إنه القائمين بالأحداث كلهم هم عبارة عن تنظيمات سياسية، واحدة منها المؤتمر الشعبي وحركة اليوبي. تم حرق داخليات طلاب جامعة أم درمان الإسلامية المجمع الشهيد محمد صالح عمر بالكامل، وكل الأجنحة الثلاثة، جناح الشرقي والجناح الشمالي والجناح الغربي تم حرقها بالكامل ومحدات الطلاب. وبعدها لحد الآن لم تصدر إدارة الجامعة أي بيان توضح فيه الأحداث اللي حصلت ولا إدارة الأحداث اللي حصلت. بدوننا كحركة إسلامية طالبية أكدنا إنه الأحداث قام بها طلاب المؤتمر الوطني والأجهزة الأمنية داخل الجامعة بتواطؤ من إدارة الجامعة، علما أنه مسموح للأجهزة الأمنية والشرطية دخول الجامعة في أي وقت وفي أي حين ولسبب أو لغير سبب. نسبة الاستفزازات وصلت لأنه في 15 في يوم 5 شهر 3 يوم الثلاثاء 2013 حرق الداخلية بالكامل، وفي نفس اليوم تم عرض عسكري وموسيقى عسكرية داخل الجامعة، علما انه الجامعة هي عبارة عن جامعة أم درمان الإسلامية تتبع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما لوزارة الدفاع، لحد ما يتم فيها استعراض عسكري وتحصل فيها أحداث عسكرية أو فيها موسيقى عسكرية بحضور من ممثل وزارة الدفاع. ودي كلها حاجيات بتأكد انه المؤتمر الوطني يرسخ في الجامعات السودانية كلها، وبما فيها جامعة أم درمان الإسلامية اللي نتكلم فيها عن الحدث المعني، بيرسخ لنظام لاستبداد داخل الجامعة، وبيرسخ الرعب داخل طلاب الجامعة بالعرض العسكري والموسيقى العسكرية وبالزي الرسمي للقوات المسلحة السودانية بعرضها داخل حرم الجامعة. ومدير الجامعة وعميد شؤون الطلاب وكليات مجلس الأساتذة بتاع الجامعة كأنه ما حصلت أي حاجة، ولا الحرس الجامعي بيكون عنده دور في إنه يمنع الاستفزازات اللي بتحصل كل سنة لطلاب الجامعة. نحن بدورنا كحركة إسلامية طالبية في يوم 5 شهر 3 قمنا بمظاهرة وسقنا الطلاب لخارج الجامعة اللي هو لمظاهرات، لأن الجامعة دي تابعة لنا نحن كطلاب وتابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما لوزارة الدفاع، لحد ما يكون فيها عرض عسكري داخل الحرم الجامعي. أخرجنا الطلاب كلهم لمظاهرة لرفض الحاجات اللي بتحصل، ممارسات النظام اللي بتحصل وميليشياته داخل الحرم الجامعي. بعدها توعد طلاب المؤتمر الوطني وميليشيات النظام بحسم كل من يقوم بمظاهرات داخل الجامعة أو خارجها، داخل الحرم الجامعي أو خارج، بحسم قاموا بتصريح موجود وموثق له في بياناتهم وفي كلامهم في منابرهم السياسية. بعدها في يوم 6 شهر 3 2013 اللي هو يوم الأربعاء تم اعتداء على طلاب كلية التربية بجامعة أم درمان الإسلامية في موقعها في وتنوباوي، باعتداء على الطلاب العزل بدون أي سبب. تم إخراج المولوتوفات والصواريخ من قبل شرذمة النظام وضرب الطلاب وإخراجهم خارج الكلية بدون أي سبب. بعدها في يوم الخميس
ما حصلت أحداث يوم الأحد يوم 10 شهر 3 2013 في سنتر الجامعة الإسلامية تم نسف منبر حركة اليو بي اف اللي هي جناح عبد الواحد محمد نور، الجناح الطلابي لعبد الواحد محمد نور داخل الجامعة من قبل ميليشيات النظام. أكدت ميليشيات نظام المؤتمر الوطني الحاكم في السودان نسف كل المنابر اللي بتقوم السياسية داخل للقوى السياسية المعارضة داخل جامعة أم درمان الإسلامية. بعدها في يوم الثلاث يوم 17 يوم الثلاثاء 12/3/2013 دي فعاليتنا الثابته للحركه الاسلاميه الطالبيه داخل حرم الجامعه، علما انه كفل لنا الدستور ودستور السودان الانتقال لسنه 2005 في وثيقه الحقوق في الفصل الثاني من دستور السودان، اكد فيه حق الممارسه السياسيه وحق التنظيم وحق التظاهر. دي كلها حقوق موجوده في دستور السودان الانتقال لسنه 2005. نحن بنمارس نشاطنا السياسي وفقا للدستور ووفقا لدستور الجامعه الاسلاميه المعنيه بالحدث. رغم انه الكلام ده دستور موجود مكتوب، لكن ميليشيات نظام المؤتمر الوطني تابع انفسها الا ان تنسف كل منابر الحركه الاسلاميه الطالبيه، واكدت الكلام في كل البيانات وفي كل تصريحات السياسيه وفي كل معاقل السياسيه، بتقول انه للحركه الاسلاميه الطالبيه داخل جامعه ام درمان الاسلاميه ما يقوم اي منشط سياسي. اكدنا من فعاليتنا داخل الجامعه يوم الثلاثاء يوم 12 اشتغلنا المنبر بتاعنا الثابت، وبعد ان ختمنا فعاليه المنبر اتت ميليشيات النظام بالبكاسي، ميليشيات نظام المؤتمر الوطني ببكاسي وبافراد المشاة، وعملت عرض عسكري واتكلمت عن انه حسم الطوابير وحسم المتمردين وحسم المتفلتين عاني بها الطلاب الحركه الاسلاميه الطالبيه جناح المؤتمر الشعبي، جناح الطلاب للمؤتمر الشعبي داخل الجامعه الاسلاميه، واكدت الحدث ونفذت الحدث يوم 14 شهر 3 2005 يوم الخميس 2013 يوم الخميس في كليه الاداب بالعرض شمال استاد الهلال. اكدت الوعود اللي وعدتها للطلاب ووعدت ميليشيات النظام بتنفيذ كل ما وعدت به في برنامج الانتخابي، علما انه في البرنامج الانتخابي في اول يوم في يوم 14 شهر 10 2012 وعدت ميليشيات نظام المؤتمر الوطني كل الطلاب في الحملة الانتخابية انها بعد ان تستولى على المنبر النقابي لطلاب الجامعة الإسلامية بحرق الداخليات وتحريرها من كل الميليشيات اللي بتسكن داخل الجامعة، علما انهم طلاب شرفاء يسكنوا داخل الجامعة وهم آتين من أقاليم شتى من مناطق السودان المختلفة ومن هامش السوداني الكامل، بيكونوا موجودين بقوة يومهم. تم نسفهم بالنسف بالكامل من قبل ميليشيات نظام المؤتمر الوطني وزبانية وأزيار النظام المؤتمر الوطني وبشرطة المؤتمر الوطني. تم نسفهم بالكامل وحرق كل داخلية جامعة أم درمان الإسلامية بشقائها الثلاثة، الجناح الشرقي والجناح الغربي والجناح الشمالي. بعدها أكدت استمرارية العنف داخل الجامعة للطلاب والمؤتمر الوطني. امتدت الأحداث إلى أن ختمت يوم 14 شهر 3 2013 بكلية الآداب جامعة أم درمان الإسلامية بالعرض شمال.